السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو اليوم إن شاء الله كيف أستطيع الوصول إلى 30,000 استغفار أو أكثر قليلا بفضل من الله وكرمه، وخصوصا بشهر رمضان، كي أمتنع عن التكلم على الناس والغيبة والنميمة. سبحان الله، ولا أشعر بالصيام أبدا، وأشعر بانشراح الصدر وبالسعادة وبالسرور إن شاء الله دائما وأبدا، وأتسابق مع الوقت كي أصل إلى 30,000 أو 40,000 استغفار بصيغة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. نعم، سبحان الله، كل ما استغفرت سبحان الله بصيغة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تشعر بارتياح وانشراح في الصدر، وتشعر أن الرزق يأتيك بسهولة، وتربية الأولاد تصبح سهلة سبحان الله، والتوفيق في الأرزاق وفي كل شيء في هذه الحياة يصبح سهل جدا عندك، ولا تستطيع أن تتكلم على الناس أبدا، وتبتعد عن الغيبة والنميمة، وإن شاء الله تشتح السقطات والذنوب وتبتعد عن المعاصي والذنوب إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، شيء بسيط وسهل جدا، فقط بصيغة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، والعداد في يدك، وإن شاء الله تصل لأعداد كبيرة من الاستغفار. سبحان الله. نعم، ويجب عليك عندما تستيقظ صباحا أن تصلي صلاة الضحى، وأن تستغفر الله كثيرا، وأن تتقرب إلى الله كثيرا، وتشعر بنفسك بالارتياح، وتشعر بنفسك بالسعادة وبالسرور. ودائما وأبدا يجب أن تداوم على الاستغفار وعلى التقرب إلى الله، وسوف إن شاء الله تشتح السقطات والمعاصي، ولا تستطيع أن ترتكب أي ذنب أبدا، لأنك تصبح تخاف من الله كثيرا ولا تقترب على المعصية. سبحان الله. نعم، كما جرى معي أنقل إليكم كما جرى معي. سبحان الله. ودائما وأبدا حاول أن تقرأ مثلا بعد الاستغفار 3 أو 4 أشهر، حاول أن تقرأ سورة البقرة، وحاول أن مثلا تقرأ من القرآن الكريم ما يتيسر لك، مثلا سورة ياسين، مثلا سورة الواقعة. نعم، اقرأ ما تستطيع أن تقرأه. سبحان الله. نعم، دائما وأبدا تقرب إلى الله، وسوف إن شاء الله أي أمر عسير عليك عند الله سبحانه وتعالى ليس هناك مستحيلات أبدا، وسوف تشعر بالسعادة والطمأنينة والارتياح، وسوف إن شاء الله تبتعد عن أي فيلم غير لائق بك، وسوف تصبح تربية الأولاد يعني سهلة جدا، وتتيسر أمورك في الحياة، ويأتيك مثلا المنزل، تأتيك الوظيفة، مثلا إذا أردت أن يكون لك مثلا عمل أو مكان محل، مثلا ادعو الله بما تريد، وحاول أن تتقرب إلى الله ولو قبل ساعة أو نصف ساعة من صلاة الفجر، وتدعي كثيرا، وسوف إن شاء الله الله يوفقك ويرزقك دائما وأبدا. نعم، إن الله سبحانه وتعالى كما قلت ليس عنده مستحيلات أبدا. حاول أن تتقرب من الله دائما وأبدا كي لا تشعر بالتعاسة. لماذا الحزن؟ لماذا التعاسة في هذه الدنيا؟ فقط عليك أن تتقرب من الله سبحانه وتعالى لتشعر أنك دائما وأبدا الله قريب منك وأنت قريب من الله، وهذه درجة تسمى درجة الإحسان. سبحان الله، كلما تستغفر وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى تصبح الحياة سعيدة، وينشرح الصدر دائما وأبدا. سبحان الله. حاول دائما وأبدا عندما تستيقظ من النوم أن تصلي صلاة الضحى، وأن تقول أذكار الصباح، وسوف تصبح الدنيا عندك جنة. سبحان الله. نعم، لا تأكل هم أبدا،
وابدأ وداوم وأدمن ولا ترد على الشيطان. وأقرأ أولا مثلا نقول تاج الذكر 100 مرة صباحا و100 مرة مساء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن ثم تصلي صلاة الضحى عندما تستيقظ كما أفعل. سبحان الله، أنقل لكم تجربتي الشخصية، وأريدكم إن شاء الله جميعا تصلوا إلى درجة الطمأنينة والثقة بالله، وعند ذلك سوف يستجيب الله لك دعائك، أي حاجة سوف يستجيبها لك، وتصبح الدنيا عندك لا تسوى شيء، ولو كانت تسوى عند الله سبحان الله جناح بعوض الدنيا لما سقى منها كافر شربة ماء. حاول دائما وأبدا أن تتقرب إلى الله، وأن تحاول أن تكون قريب جدا من الله، والله سبحانه وتعالى لن يخجلك أبدا، وإن شاء الله سوف تصبح مستجاب الدعاء. وسبحان الله، أشعر في الثلث الأخير من الليل عندما أدعو الله سبحانه وتعالى بالارتياح والطمأنينة وانشراح كثير بالصدر بعد أن أسجد سجدة طويلة مثلا 5 دقائق أو 10 دقائق، وأريد مثلا أن أبكي وأبكي سبحان الله على سجادة الصلاة، وأتضرع إلى الله بأن مثلا أريد أن مثلا الذهاب إلى الحج، مثلا أريد سيارة، مثلا أريد بيت، مثلا أريد ذرية صالحة، تريد زوجة، مثلا أنت تريدي زوج. سبحان الله، فقط توكلوا على الله وادعوا الله كثيرا، وفقط أدمنوا على الاستغفار، وحاولوا أن تكون السبحة أو العدادة بأيديكم. والآن الحمد لله بفضل من الله وكرمه أصبحت لا أنسى بعد أن أدمنت على الاستغفار بالعدادة أو السبحة، صرت بعدادة أو دون عدادة مدمن استغفار. سبحان الله. نعم، دائما وأبدا كونوا على يقين وثقة في الله وطمأنينة، وسوف ينشرح صدركم ولا تاكلوا هم أبدا. سبحان الله تعالى، إن الله سبحانه وتعالى إذا كان الإنسان يدعوه بصدق لا يخجله أبدا. دائما وأبدا حاولوا أن تدمنوا على الاستغفار، وأن تتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، وسوف إن شاء الله يأتيكم الفتح المبين، وتأتيكم الأرزاق بسهولة، ويأتيكم أي شيء تطلبونه وتتمنونه من الله، ولكن عليكم الثقة بالله، وأن تطمئنوا إلى أن الله سيستجيب لكم هذا الدعاء. دائما وأبدا حاولوا أن تتقربوا إلى الله، لأن الدنيا فانية، وإذا أردتم السعادة والطمأنينة أريد منكم أن تذهبوا إلى المشافي وتزوروا مثلا مريض، لكم ثواب عظيم، ولو كان المريض غريب لك ثواب عظيم، وأن تقول للمريض أن يدعو لك، وأن تدعو أنت له بالشفاء، وإن شاء الله سوف تكون حياتكم سعيدة جدا. وتذهبوا إلى المقابر مثلا وتتذكروا الأموات، لتصبح هذه الدنيا عندكم لا تسوى شيء أبدا. عند ذلك يعطيكم الله ما تريدون وما تتمنون، ولكن يجب عليكم أن تتقربوا من الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا لتشعروا بالسعادة وانشراح الصدر والطمأنينة. لا تقنطوا من رحمة الله أبدا. وحاولوا أيضا بعد الاستغفار 3-4 أشهر مثلا أن تقرأوا سورة البقرة. سبحان الله، لا أستطيع تركها أبدا. اليوم سبحان الله لم أقرأها بعد صلاة الفجر، لم تتوفر إلي الظروف، قرأتها فورا بعدما استيقظت من النوم. سبحان الله، وشعرت بسعادة كبيرة، وقلت لنفسي سوف أسجل لكم هذا الفيديو لكي أنصحكم بالإدمان على الاستغفار والمداومة على الاستغفار دائما وأبدا بصيغة أستغفر الله. وعندما تدمن على الاستغفار سوف تتقرب تلقائيا بالطاعات، وتقرأ سورة البقرة، وتقرأ القرآن الكريم، وتصوم وأنت لا تشعر بالصيام. سبحان الله، أتسابق مع الوقت يوميا كي يعني ألحق 30,000 أو 40,000 استغفار بصيغة أستغفر الله. سبحان الله، الحياة سعيدة أراها جدا، صدقوني أرى الحياة جنة. سبحان الله، ولا أشعر بالوقت ولا بالصيام، ولكن عليكم أن تتقربوا من الله دائما وأبدا، وأن لا تتكلموا بالغيبة والنميمة أبدا، ولا يبقى عندكم وقت للتكلم بالغيبة والنميمة. سبحان الله،
عندما تستغفر الله كثيرا ستشعر بالسعادة، ستشعر بالطمأنينة، ستشعر بانشراح في الصدر كثيرا، وعند ذلك تصبح الحياة سعيدة جدا. وتفطر عند الإفطار، وحاول أن تدعو قبل الإفطار وبعد الإفطار. نعم، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد حجم الكرسي والعرش ما بينهما. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.